بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناتي. النهارده باذن الله هنعمل شنطه كروس بخيط السلسله. معانا شله كده ربع كيلو 250 جرام. اول حاجه هنلفها بكر، ومعانا ابره رقم 5 ملم ومزوره بمقاس. قبل ما ابدا الفيديو هنسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنبتدي نشتغل بالشنطه. اول حاجه بسيب كده متر من الخيط في البدايه عشان تقفيل اهو. سبت مسافه من الخيط متر. هنعمل عقده البدايه. نرتفع ب 48 غرزه سلسله. كده انا ارتفعت ب 48 غرزه سلسله. هنشوف مقاسهم كام. احنا يهمنا عدد الغرز. مقاس ال 48 غرزه طلع على المزوره 38 سم. نرتفع بغرزه سلسله، دي مجرد ارتفاع. ندخل في اول غرزه نعمل 7 غرز منزلقه. في اول غرزه بعد الارتفاع نسحب خيط كده ونعمل غرز منزلقه. دي اول غرزه منزلقه لغايه العلامه، يعني هنعمل 7 غرز منزلقه. دي 1 2 3 4 5 6 7. تمام. يبقى احنا عملنا 7 غرز منزلقه. هندخل في ال 34 غرزه نعمل غرز حشو من بعد العلامه. دي اول غرزه حشو. 1 2 3. نكمل لغايه ما نوصل للعلامه غرز حشو. والغرزه كده عملت 34 غرزه حشو على 34 سلسله. وصلت للعلامه هنعمل 7 غرز منزلقه من اول العلامه. واحد 2 3 4 5 6 7. 7 غرز منزلقه. يبقى احنا كده خلصنا السطر الاول. 7 غرز منزلقه في اول السطر و7 غرز منزلقه في اخر نهايه السطر. وفي النص 34 غرزه حشو. نرتفع بسلسله. نرتفع بغرزه السلسله ونلف الشغل. هنعمل 7 غرز منزلقه الباك لوب. اصلا الشغل كله، بقيه الشنطه الشغل كله على الباك لوب، يعني في الضلع الخلفي. وعادي بقى اول 7 غرز في السطر في الباك لوب غرز منزلقه. والجزء اللي في النص 34 غرزه حشو برده في الباك لوب. والجزء الاخير 7 غرزه منزلقه في الباك لوب. كل الشغل السطور هتبقى على الباك لوب او الضلع الخلفي. كده ارتفعنا بواحد سلسله ولفينا الشغل. هندخل في اول غرزه في الباك لوب كده ونسحب نعمل اول غرزه منزلقه. تاني غرزه منزلقه في الباك لوب. 3 4 5. وما شدش ايدي عشان الغرزه المنزلقه ما تضيقش معايا. 6 7. وانا بشتغل بعد عشان الغرز كلها تطلع متساويه، ما يبقاش فيه غرزه ناقصه او غرزه زياده. هندخل في ال 34 غرزه حشو في الباك لوب. دي اول غرزه. ونعمل اول غرزه حشو في السطر الثاني في الباك لوب. 1 2 3 4 5 6 7. ونكمل لغايه ما نوصل للعلامه. وصلنا للغرز المنزلقه. هنعمل 7 غرزه منزلقه في الباك لوب كده. ندخل في ظهر الغرزه اهي كده. نسحب خيط نطلع. نرفع بس الخيط ده شويه كده عشان ما تبقاش ضيقه معانا. ونعمل اول غرزه منزلقه كده. 2 3
4 5 6. مننساش اخد غرزه، طبعا انا بشتغل بالعدد. اخد غرزه اهي، ندخل في الباك لوب 7، الغرزه الاخيره اهي. تمام، نسحب خيط ونعمل غرزه منزلقه. احنا كده خلصنا السطر الثاني. بقى ده الشكل. كل ما نرتفع بعدد من السطور الشكل هيبان. هنستمر بهذا النمط، نرتفع بعدد من السطور، وهرجع اقول لكم انا ارتفعت كام سطر. برضه هنشتغل ارتفعت بواحد سلسله، وندخل في اول غرزه في الباك لوب، نعمل غرز منزلقه 7 بالعدد. تمام، نستمر بهذا النمط، نرتفع بعدد من السطور، ونرجع تاني نشوف احنا عملنا كام سطر والشكل بقى الشنطه بقى ازاي. كده ارتفعت ب 45 سطر. بقى ده الشكل. الطول 36 سم، العرض 28. كده الشنطه خلصت. هنشيل العلامات. دي كده نهايه الخيط. لا سوري، هنقفل كده ونطبق الشنطه اهي شكلها كده بالمنظر ده اهي. كده انا قفلت الجنب ده والجنب ده اهو. هنركب الحلقات. معايا حلقتين سهله الفتح اهو. ركبت الحلقتين. هركب الدراع بتاع الشنطه والسلسله. معانا الكبسونه اللي فيها جلده، ثبتها هنا كده، اخيط دي هنا ودي هنا كده. اثبتها بابره التنظيف ونفس الخيط السلسله. يبقى كده الفيديو بتاعنا خلص. شنطه بخيط السلسله باسهل طريقه. ارجو لو عجبكم الفيديو تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وارجو تدعموني وتعملوا لايكات كتير وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله باذن الله. دمتم بخير، والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.